ما عمرك فكرتي علاش واخا طون باغي يصيد جيري كل مره واخا هكاك ما كيبعدوش على بعضياتهم؟ واش ممكن حتى في الواقع العلاقات السامه تولي جذابه نفسيا؟ وهذا الشيء اللي في طوم جيري عنده تفسير في علم النفس. وعلاش ما نهضروش على ظاهره نفسيه حقيقيه اللي سميتها متلازمه ستوكهولم ولا ستوكهولم سيندروم؟ هذه الظاهره كتوقع فاش الضحيه كتعطي ثقه وتعاطف ومشاعر ايجابيه اللي كيسيء ليها واللي حابسها. القصه الاصليه كانت في عام 1973 في واحد السطو على بنك في السويد في ستوكهولم. 4 ديال الموظفين كانوا راهقين لمده ديال 6 ايام، وبلا ما تفهم حتى شي حاجه شي وحدين من دوك الراهقين ولاو كيتعاطفوا مع دوك اللي خاطفينهم ولاو كيخافوا من البوليس اكثر منهم. علاش كيوقع هادشي؟ فاش كتكون في شي موقف خطير الدماغ ديالك كيبغي يضمن البقاء على قيد الحياه، كيربط اي تصرف طيب من الشخص اللي كيمثل الخطر بواحد الاحساس بالامان، وبهذه الطريقه كيكون عندك ارتباط نفسي حتى مع الشخص اللي كان ممكن يضرك. وهذا الشيء اللي كيخلي بعض الراهقين يحميو هذوك اللي خاطفينهم ويحسوا بمشاعر ايجابيه من جهتهم. وبزاف ديال المرات هاد الرابطه كتشبه لواحد الحاجه كتكون في العلاقات اللي كيكون فيها صراع بزاف، النوع اللي كيخلي الواحد يرجع للطرف الاخر واخا داكشي كامل وداك الصداعات اللي بيناتهم. والسؤال الاخر اللي غنخليه هو واش فايت شفتي ولا عشتي شي علاقه اللي حسيتي فيها بحال هكا؟ والسلام عليكم.